أهلا بيكم في حلقة جديدة ولسه مكملين مع بعض في كتاب الهشاشة النفسية لدكتور إسماعيل عرفة. وهنتكلم النهاردة عن الفصل الثالث اللي بعنوان الفراغ العاطفي أم الفراغ الوجودي. في البداية دكتور إسماعيل بيطرح سؤال، بيقول: هل هو حب؟ هل العلاقات اللي موجودة في حياتنا دي حب حقيقي بجد؟ ولا الفراغ العاطفي والهشاشة النفسية اللي احنا فيها خلتنا نتشبث بأي حد يهتم بينا أو يقول لنا كلمتين حلوين؟ طبيعي إن كلنا محتاجين ناس في حياتنا، محتاجين أشخاص نشاركهم همومنا ونقسمهم الحب ونسكن إليهم ويسكنوا إلينا. ده حق إنساني لينا كلنا، لكن الحق ده لما بيتحول لاحتياج ورغبة ملحة للإشباع بتلاقي نفسك بتملى الفراغ ده بأي شكل من الأشكال. بتلاقي نفسك موجود في علاقات مؤذية ومكمل ومش متخيل إنك ممكن تعيش من غير الشخص ده، رغم إنك مدرك وفاهم إن العلاقة دي بتأذيك وإن الشخص ده بيأذيك، لكن ما انتش عارف تخرج من الدايرة دي. دكتور عماد رشاد عرف الفراغ العاطفي بإنه فجوة بتظهر داخل النفس ويمثلها احتياج لوجود أحدهم بالجوار، ويغذيها عدم تمكن الأهل والأصدقاء من التفهم والمشاركة، واللي بيوسع الجوع ده أكتر هو وبيغذيها هو الأفلام والروايات. وانطلاقا من الرغبة دي والفراغ العاطفي ده ابتدى يظهر مصطلح الكراش. والكراش ده هو عبارة عن انك مجرد انك شفت شخص واعجبت بيه، ممكن تكون حتى ما شفتوش هو شخصيا وتكون حتى شفت مجرد صورة ليه على السوشيال ميديا او غيره، بقيت انت خلاص بتهيم عشق في الشخص ده وهو الموضوع مجرد اعجاب. كل الحكاية هنا الأخصائيين النفسيين بيعرفوا ده بإنك أسقطت على الشخص ده الصفات والقيم اللي انت بتتمناها. يعني انت شفت شخص مثلا شكله عجبك، فانت بتقوم جاي بقى حاطط فيه كل الأحلام اللي انت بتحلمها حاططها في الشخص ده، ويفضل عندك تصور ان الشخص اللي انت بتكراش عليه ده هو ده اللي هيحقق لك كل أحلامك، وهو ده اللي فيه كل الصفات اللي انت عارفها، لحد طبعا ما في الغالب بتبتدي ان انت تقرب من الشخص ده وتتفاجئ ان الشخص ده مش اللي في خيالك اصلا. ليه؟ لان انت اللي اسقطت عليه اصلا وعكست عليه الصفات والقيم اللي انت بتحلم بيها. ومن هنا يبتدي يظهر خبير العلاقات او بيزنس خبير العلاقات، وده شخص الله أعلم بمؤهلاته أصلا، ولكن هو بيبتدي يدي نصايح في العلاقات وإزاي تتعافى من العلاقات وإزاي تدخل أصلا علاقات، ولو العلاقة ماتت إزاي ترجع تحييها من تاني، وهكذا. أول وأهم داعم ومغذي للفراغ العاطفي ده هو غياب الأسرة. غياب الأسرة إجمالا، غياب الأسرة كتربية أو تنشئة دينية، غياب الأسرة كدعم واحتضان وتعبير عن المشاعر، غياب الأسرة كاهتمام احتواء الطفل. كل دي حاجات بتخلق عند الطفل فراغ عاطفي. ومش بس كده، ده في بعض الأسر اللي ممكن توصل لأولادها رسائل غير مباشرة بأن أنت مش كفاية، أن أنت مش مميز، رسائل تقليل. فبيطلع أصلا غير أن الشخص عنده فراغ عاطفي، هو متعطش لأي كلمة حلوة، هو متعطش لأي اهتمام. السبب التاني وهو ضعف تقدير المرء لذاته. يعني أنت مش عارف تقدر نفسك بشكل كويس، عندك طول الوقت إحساس بأن أنت مش كفاية، عندك طول الوقت إحساس بأن أنت محتاج حد يقولك أن أنت حلو، أن أنت كويس، محتاج التقدير ده يجيلك من الناس اللي بره لأن أنت مش حاسه من جوه. عندك إحساس أو شعور بالخزي وخايف أن أنت تكون مش محبوب، وده دافع ليك بيخليك تفضل تحاول وتجري ورا الكلام اللي بيحسسك أو الأشخاص اللي بيحسسوك بشوية قبول، حتى لو جاي مع القبول ده أو مع الإحساس ده شوية أذى، هتفضل انت مستحمل الأذى ده عشان الإحساس التاني اللي انت بتدور عليه اللي هو القبول والتقدير. تالت سبب أو تالت حاجة بتغذي الفراغ العاطفي هو إن الفراغ العاطفي بينمو في ظل انسحاب المرء من حياته الاجتماعية، يعني العزلة. فأنت هنا عازل نفسك عن الحياة الاجتماعية، إنك تخرج وتشارك وتتعرف على أصدقاء، فأنت قافل ومسيطر قوي على احتياجك العاطفي.
للتواصل وللمشاركة. فطبيعي ان انت وقت ما هيظهر قدامك اي حد بيقولك بس هاي، هتبقى انت بالنسبة لك خلاص انت بتحب الشخص ده، مفيش حاجة تانية. ليه؟ لان انت مش عاطي لنفسك مساحة انك تخرج العاطفة دي والمشاعر دي والتواصل ده مع ناس تانية، مع اصدقائك، مع اهلك، مع ناس حتى لو مجرد ناس في الشارع بتقابلها بشكل يومي. اخطر محفز للفراغ العاطفي رقم 4، وهو فراغ الوقت والذهن. دماغك فاضية، وقتك فاضي، الاتنين دول كافيين ان هم يدمروا صحتك النفسية. قد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثيرا من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ مدخل للشيطان يستغلك عشان يبتدي يبث أفكاره في نفسك، عشان يبعدك عن ان انت تصلح من نفسك. زي ما الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. آخر سبب معانا من أسباب الفراغ العاطفي هو الفراغ الروحي، هو إن مفيش صلة قوية ما بينك وبين ربنا. ما هو الفكرة كلها أنا مستوعبة قد إيه السوشيال ميديا حاليا بتحاول تفصل ما بين الصحة النفسية وما بين القرب من ربنا، ما بين ان مش كل ما حد يقول لك انا مخنوق تروح يقول له صلي قرب من ربنا، مش عارفه ايه، في حاجه اسمها صحه نفسيه. احنا فاهمين كل ده والله، ولكن هو انت صنيعه الله يعني انت كلك على بعضك كده صنع هو. فانت الطبيعي لما العربيه بتاعتك ولله المثل الاعلى بتبوظ بتروح للميكانيكي، فانت الطبيعي ان انت لما انت نفسك هتبوظ وتحس ان من جواك في فراغ عاطفي او في فراغ في روحك، هتروح لمين غير للي صنعك؟ يعني هو الموضوع يعني خلي هيبقى فيه جزء تاني عشان ما نطولش في المرة دي، هنتكلم فيه عن الفراغ الوجودي واللي هو الفراغ الروحي، الفراغ انك بتتساءل انا موجود في الحياة ليه اصلا. ولو عجبكم المحتوى ما تنسوش تشاركوه مع اصحابكم وتعملوا سبسكرايب للقناة.